الله وكيلك عندي بالبيت قاعدين كلياتهم بس بدنا نشوفوا سميرة. يميت أهلا وميت سهلة. شو رح تغنينا يا مهلا؟ والله في كم أغنية جداد وبعدين أشياء معروفة. يا أهلا وسهلا. كفلك تعبروني خير. ويومين والتهنيت عالراجل حبايب والشوق يا قلبي والحسرة عالغايب. يومين والتهنيت عالراجل حبايب والشوق يا قلبي والحسرة عالغايب. والدار ما تحلال إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلال إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. يومين والتالت أفراق الحبايب. يومين والتالت أفراق الحبايب والشوق يا قلبي والحسرة عالغايب. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. يومين والتالت أفراق الحبايب. يا رايح شرقة سلم لي عليهم يا خوفي من الفرقة لا نروح من ايدي. يا رايح شرقة سلم لي عليهم يا خوفي من الفرقة لا نروح من ايديهم. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. يومين والتالت أفراق الحبايب. يومين والتالت أفراق الحبايب والشوق يا قلبي والحسرة عالغايب. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. يومين والتالت. لما دعيتها على البرنامج أنا توقعت بأنه تجي كتير يعني بوضعية خاصة ومع مرافقة وشيء. تفاجأت بأنه هذه الإنسانة بسيطة ولطيفة كتير. اجت على البرنامج معها سائق فقط ودخلت مباشرة على الاستوديو وقالت لي شو بدك؟ أنا جاهز. أنا جاهزة، ما عندي أي شرط، ما عندي أي شيء. فأنا بديت إلا إنه هي منطقة حرة تحكي فيها اللي بدك إياه. قال بس حدا يسألني شيء يعني بدنا نسألك بس مشان نخليكي تحكي الشيء اللي انت بقلبك وانت حرة تحكي اللي بدك اياه. فكتير كانت مسرورة وكتير كانت هادئة وفعلا حققت بهالحلقة من البرنامج حضور كتير حلو وكتير جميل. هلأ بتشوفوه. ديار الشام يا قلبي قصدنا. ديار الشام يا قلبي قصدنا وزرعنا المجد وخيرات وحصدنا. يا ديار الشام يا قلبي حصدنا. ديار الشام يا قلبي زرعنا. ديار الشام يا قلبي قصدنا وزرعنا المجد وخيرات وحصدنا. يا ضيفة برنامج دائرة الضوء الفنانة سميرة توفيق تتفضل على الاستوديو.
الفنانة سميرة توفيق، أهلا وسهلا فيكي ضيفة عزيزة على مشاهدي التلفزيون الليلة. ونقلك في بداية برنامجنا شو رأيك نضيفك قهوة عربية؟ يا ريت والله، بكون ممنونة. اهلا وسهلا سميرة، يا مرحبا. تفضلي. شكرا. يا اهلا فيك. كمان قهوتك طيبة يا أحمد، شكرا. تسلمي يا شكرا. الحقيقة إذا كان معك باسبور أو هوية بطاقة شخصية ممكن تعطينا إياها هاتية، إذا ما في معلش. أفتكر يمكن، ما بعرف، يمكن أتصور أنا ما معي. دوري بهالشنطة لنشوف. مع الأسف بالأوتيل تركتها. ما في. لا ما في، مش حملتها، معلش. طيب يبقى نحن من خلال حوارنا معك حنحاول نقدمك ونقدم بطاقتك الشخصية، لكن أول شيء بيخطر على بالي أقول إني الفنانة سميرة توفيق عالم جميل في الفن، في إلك ملامح خاصة بتختلفي فيها عن زميلاتك الفنانات، في إلك لون مختلف، في إلك طابع، في إلك كادر معين. هالتألق هالبريق اللي انت موجودة فيه بدك تقولي لي كيف قدرتي توصلي إلى هذه المرحلة وتكوني سميرة توفيق اللي الناس بيحبوكي من خلال أغانيكي وطلتك الحلوة عليهم. شكرا على سؤالك. بقدر أبتدي لمحة بسيطة عن حياتي اللي مش كتير يعني الناس بيعرفوها، عن طفولتي، كيف بديت أحس بالشعور الفني الداخلي. أول شيء ابتديت من سميرة فوق الشجرة. سميرة فوق الشجرة. طبعا رح تستغرب إنه كيف بديت فوق الشجرة. أنا كنت طفلة، كنت كتير أحب المغنى وأحب الفن وأردد الأغاني تبقى دارجة وهذا. بس يعني بس حدا يقول لي سميرة لازم تغني أو غني لنا أو سمينا صوتك، خلص ما عندي أقدر أغني ولا بطريقة من الطرق. وين يعجبني غني؟ كان في قدام بيتنا طبعا في بستان، وأطلع على الشجرة وأنقي أعلى شجرة أطلع لفوق وأغني وأخذ راحتي بقى، غني على كيفي ساعة ساعتين بقى. كانت الجيران كلها تسمعني بذاك الوقت، يعرفوا إنه بس سميرة تطلع على الشجرة معناته إنه جاي عبالها تغني. فهذه بالنسبة لطفولتي أكيد. مر من قدام بيتنا أو بالمنطقة تبعنا شخص كان فنان وقتها، فسمع صوتي وعجبه، فحكى مع أهلي وابتدى يقنعهم إنه خلينا نعلم سميرة تغني. الفن رسالة حلوة، والفن يعني يعني كل القيم الحلوة شيء جميل وكل القيم الحلوة بالفنان وكذا ومستقبل وهيك. فأقنعهم على أساس إني أغني بالإذاعة وقتها. فطبعا ردوا أهلي
اجت بقى مشكلتي انا انه يحفظني لي انا او يسمع صوتي. ضل حوالي شيء اسبوعين ثلاثه يحاول فيه، بعدين قال لي طيب يا عمي اطلعي على الشجره وغني. فعلا طلعت على الشجره وابتديت اغني، عجبه صوتي، قال لي شو بدك تغني؟ غنيت له يا ولد ما يخاف رب وقتها. فعجبه صوتي، قال لي طيب كيف بدي احافظك هلا؟ بدي بلش اعلمك وانت فوق بالشجره فوق وانا تحت، مش معقوله. فابتدى يقنعني، طبعا كنت طفله انا، اقنعني وابتدوا يعلموني. وغنيت في الاذاعه اللبنانيه. واول ما دخلت قالوا مش جايبين لنا اولاد صغار يلعبوا يعني بالاذاعه. طبعا قديش كان عمرك؟ كان عمري 12 سنه. هي اين السنه؟ ما بقدر اقول لك، هذا السر. فمن بعد ما غنيت مرتين ثلاثه في الاذاعه اللبنانيه جيت للاذاعه السوريه كمان. كان وقتها علمني الاستاذ توفيق البيومي الله يرحمه، ابتدى يعلمني التواشيح والادوار والمونولوجات القديمه الكبيره كلها، فاسسني الحمد لله اساس ماكن يعني. فقدمني للاذاعه السوريه وجيت صرت اغني في الاذاعه السوريه. كان كل شهر يعملوا حفله كانوا عاطيني، فكنت اغني على الهواء دغري. وفي لي افتكر تسجيلات في الاذاعه من وقت ما انا عمري يمكن 13 سنه في الاذاعه السوريه. وين كان محل الاذاعه السوريه؟ مكانها ذاتها الاذاعه القديمه. شارع النصر يعني؟ شارع النصر. وين شارع النصر؟ القديم يعني البنايه القديمه اللي عند محطه الحجاز. محطه الحجاز هي يبقى يعني بحدود سنه ال 45 46؟ لا بحدود ال 16. طيب. ووقتها ابتديت اغني بين الاذاعه السوريه والاذاعه اللبنانيه لحد ما طبعا كنت يعني اقلد بعض الفنانين واغني الوان يعني عديده.